أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري، فاجزهم الجنة يا باري. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري، فاجزهم الجنة يا باري. أسعد يا ربي والدتي كم سهرت من أجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى الفيديو ديال اليوم نلقاكم باحسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده. فيديو جديد وروتين جديد ونهار جديد كيف العاده غنشارك معكم الطبيله ديال الفطور ديالي البسيطه. المهم داكشي اللي خص منا اللي غندير غادي نبارطاجيه معكم. المهم غير قبلوا على اليوم انا بديت معكم الفيديو بالعصير. هو اول حاجه تنديرها هي العصير. المهم العصير درت فيه الليمون، المهم 2 حبات ديال الليمون و2 حبات ديال البنان والفريز وخيزو اللي كنت سلقت. المهم درت منه غير شي شويه ودرت سكر سنيده على حسب الذوق والماء. صافي طحنته مزيان، جا القوام ديالو خاطر. صافي من بعد ما طحنته هنايا درتو في قريعه. المهم راه تيجي خاطر وبنين، غيبان لكم من القوام ديالو. صافي هنا غنديرو في الثلاجه باش يبرد ليا مع الحال باقي سخون. صافي دزت هنايا الحريره، غندير الحريره بالفول. هنا درت الفول والحمص والعدس قطعة اللحم مرصويات والقزبر ومعدنوس والكرافس. صافي مليحه بزار سكينجبير والملون الغذائي. انا ما تنديرش الخرقوم في الحريره. صافي طحنت مطيشه مع البصله. صافي وخليتهم حتى تشحروا ليا. من بعد ضفت ليهم الماء وغادي نسد على الكوكوط وضفت ليها واحد شويه ديال الزيت البلديه اللي ضروري. صافي غادي نسد عليها ودزت هنايا عندي الفريز غادي نغسلو. انا نظفت هذه الشمعه، جبت الفريز وبغيت نغسلو نديرو في الكونجيلاتور، حيت انا كما قلت لكم ما تنحض ما دايره ما عنديش شي تحضيرات من غير الشباكيه ولا شي حاجه هكا بحال البريوات مع الورقه. ما عنديش يعني ما تكونش عندنا حنايا هنايا قريبه لينا، داكشي علاش. صافي انا كما شفتو غادي نغسل الفريز وغادي نحيد ليه هذيك الورقه، هذاك الورق ديالو نخضر. غادي نخلي غير واحد شويه اللي غادي نخليه بالورق ديالو. بغيت ندير واحد التحديه و غادي نديرها فيها وغادي نبارطاجيها معكم. صافي من بعد ما غسلته هنايا دوزت هنايا على شويه المهم تيتو جافيل على هاد البوطاجي حيت دغيا هاد لافابو حيت دغيا تيتوسخ مع ابيض. صافي ودزت هنا باش نوجد الحشوه ديال البطبوط. هنا جبت البصله وخيزو الفلفله، واحد الفلفله وجوج خيزويات وواحد البصله كبيره. صافي هنا غادي ندوزهم في هاد الهاشوار هادي الصغيره ديال الخيط. وهنا حاطه الكفته باش تطلق ليا. تقدروا هنا ما تحتاجوش كاع ديروا في هذا البطبوط، ديروا غير اقتصادي غير الخضره. واخا الخضره براسها راه غلات ولات اكثر من اللحم. المهم غير البصله راه ولات 300 ريال اكثر من البنان. المهم هنا واخا ما بقى ما نقولوا اقتصادي حتى شي حاجه ما بقات اقتصاديه. صافي هنا جبت الكفته غادي نديرها تطلق لحقاش نسيت ما جبتهاش بكري. المهم غادي ندير منها شي شويه داكشي اللي طلق ليا غادي ندير منها داكشي اللي طلق. صافي هنا كما شفتوا غادي دوزت هنايا البصله والفلفله وغادي ندوز حتى خيزو حتى هو. بالنسبه لهاد الهاشوار زوينه بزاف، صغيره هكا ولكني ماضيه. صافي هنا ندوز فيها حتى خيزو حتى هو. هنا من بعد ما قطعت الخضر ديالي دابا غادي نضيف ليهم التوابل. غندير شويه الابزار وسكينجبير وشويه الملحه والزيت البلديه والتحميره وهنايا وشويه ديال الهريسه اختياريه اللي بغاها. صافي وغادي ندير الحشوه ديالي تشحر ليا مزيان. من بعد هنايا ضفت ليها الكفته. صافي وغادي نخليها تشحر. هنا كما قلت لكم راه تقدروا تستغنوا على الكفته وديروا الطون ولا ديروا غير الخضر هكاك راه تيجيو حلوين وبنان. المهم هنا دزت التحليه، عندي السيترو ديال الحليب، واحد فلون فاني
و2 معالق ديال السنيده، واحد المعلقة صغيرة ديال النشا. المهم غادي نخلط هادو كاملين في واحد هنا في واحد الزليفة، السكر والنشا وهاديك العلبة ديال الفلون ديال الفاني، غنخلطهم من بعد غادي نضيفهم من هداك الحليب نص لتر ديال الحليب، وغادي نحطهم فوق النار حتى يغلاو ليا. هنا راه قطعت هكا الفخيز وضفت ليه واحد 2 معالق ديال السنيده. صافي كملت الحشوه ديالي طفيت عليها، وهنايا حطيت التحليه ديالي غير تبدا تغلى بحال الشكل ديال الفلو. صافي تنطفي عليها. هنا هذيك الكريمه ديالي راه تكون هنا خفيفه كما شفتوا، ماشي عاقده. هنا راه خليت لكم فيديو باش تعرفوا راه تيوقعوا الكوارث. ضروري ما زرب تعطل، تكون زربان، وضروري ما تتوقع لك شي حاجه اللي تخليك تعطل. صافي هنا من بعد ما حطيتهم في الكويسات غادي نخليهم حتى يبردوا ليا شويه ونديرهم في الكونجيلاتور. انا ما تنديرهمش في الثلاجه حيت ما تنديرش التحليه بكري. صافي هنا دزت باش نوجد هاد الفخيز هذا، درتو في مقيله وضفت ليه 2 معالق ديال السكر سنيده وخليته. هنايا راه هو تيطلق الماء ديالو لراسو. من بعد هنا ما التحليه ديالي بردات، صافي غادي ندير هذاك الفخيز من الفوق، غنزينها بالفخيز. تقدروا تخليوها غير هكاك راه بنينه هكاك، ولا المهم ولا ديروا هكا صوص كراميل ولا اي تزيين بغيتو. المهم انا زينتها هكا بالفخيز. هنا راه ماشي دغيا جمدات ليا ديك الكريمه وحيت شفتوا الفيديو جا متلاصق. غير بغيت نرتب لكم الفيديو باش فاش بغيتو التحليه غادي تلقاوها مرتبه. وما انا راه حتى عجنت وقرصت البطبوط ديالي، ومن بعد عاد جيت للتحليه ودورت الحريره. صافي التحليه ديالي هي هذه، غادي نعاود ندخلها للثلاجه. وعاد غادي ندوز هنايا باش العجينه. وكما قلت لكم هنا راه عجنت قبل التحليه، قبل ما نزين التحليه. صافي هنا غادي نعجن العجينه ديال البطبوط. درت الخميره، درت الماء صافي. وبالنسبه للدقيق درت دقيقه ديال القمح، ودرت الفورص، ودرت الفينو، 2 ديال الفورص، واحد ديال الفينو، وواحد ديال دقيق القمح. صافي وهنا حطيت الملحه ديالي وغادي نعجن العجينه ديالي. المهم هنا راه كلشي عارف يعجن، ما كايناش شي وحده اللي ما عارفاش تعجن. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو، صافي غادي نعجن العجينه ديالي ونرجع معكم. هنا من بعد ما عجنتها كما شفتوا جات هكا، خاصها تكون هكا مرخوفه وباش تعطيكم الطوع. المهم راه الصوره موضحه كلشي. صافي غادي نخليها تخمر ليا. هنا من بعد ما خمرات صافي غادي نقرصها. هنا راه غادي نخرج من هاد العجينه البطبوط والخبز ديال الفران. ندير 2 خبزات ديال الفران، حيت تنديرو على حساب العشاء. والبطبوط راه غادي نديروه على حساب الفطور. صافي هنا كما شفتوا من بعد ما قرصتهم غادي نقرص دابا هذاك الخبز ديال الفران. عاد غادي ندوز للبطبوط. صافي هنا من بعد ما شكلت العجين كرات ودرت خرجت منه ديك الخبز المطلوع ديال المهم ديال الفران. صافي دزت هنايا باش ندير البطبوط. نبسط الكره الاولى وتنحطها، وتنبسط الكره الثانيه وتندير فيها الحشوه. من بعد تنحط عليها الكره اللي بسطت الاولى صافي. وتنبقى نسد من الجوانب المهم باش ما تحلش ليا. وضروري بالاستعانه بالدقيق هكا. درت المهم قرصتهم بالفينو ولا بدقيق القمح اللي بغيتو. صافي من بعد ما تنسد دوك الجنيبات مزيان باش ما يتحلوش ليا وما تحلش ليا هكا. فاش تحطيهم فوق المقله تيبداو يتحلوا لكم هذوك الجنيبات وما تيخليوش لكم البطبوط يتنفخ لكم يجي محلول. صافي من بعد تمشي بنفس الطريقه حتى تنكمل البطبوط ديالي كامل. هنا راني ندير 3 بطبوطات كبارين. المهم هذا راه اكبر بطبوط. المهم اللي بغا ديرو صغيور ديرو. انا تيجيني هكا ساهل تنديرو بطبوط كبير ومن بعد تنبدا هكا تنقطعو. بهذه الطريقه تلقاها سهله وعمليه. المهم صافي تنمشي بنفس الطريقه حتى تنكمل البطبوط ديالي كامل. هنا راه الصوره موضحه كلشي.
صافي أنا من بعد ما كرست البطبوط ديالي هنا راه خرجت لي واحد البطبوطة خاوية، درتها خاوية. صافي هنا غنغطيه وغادي نخليه يخمر، ماغاديش نخليه بزاف. صافي نسخن المقلة وندوز باش ندور الحريرة ديالي، واخا راه ديجا أنني شاركت معاكم تدويرة باش ندورها. هنا درت كنور والشعرية صافي، ودرت فيها مطيشة ديال الحك، وغادي ندورها كما قلت لكم أنا تندورها بالخميرة البلدية. صافي المهم هذه هي الطريقة ديال الحريرة ديالي، وخصوصا بالفول. الا درتوها بالفول هكا هذاك الفول الصغيور اللي بالجلفة ديالو تجي واعرة. الفول الخضر واخا غيجيكم غريبة، ولكن إذا جربتوه تعجبكم الحريرة بهذا الفول وتجي صحية. المهم هنا من بعد صافي ما هنا من بعد ما دورت الحريرة ديالي غادي نخليها طيب ليا، وغادي ندوز هنايا البطبوط. هنا راه طفيت على الحريرة، دزت البطبوط غادي نطيبو. صافي هنايا كما شفتوا من بعد ما سخنات ليا المقله مزيان غادي ندير البطبوطه ديالي. من بعد تما غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، نرشها شويه بديال الزيت وغادي هكا نقلبها. صافي هنا كما شفتوا فاش ترشوها بشويه ديال الزيت تجي محمره تعطيكم داك اللون المذهب. صافي هنا طابت ليا البطبوطه الاولى ودرت هنايا البطبوطه الثانيه، غادي نرشها ونقلبها تما النيس ديك الساعه باش البطبوط ديالي يتحل ما يجيش هكا لاصق. هنا راني تنطيب في البطبوط وتنطيب حتى في الخبز في نفس الوقت. هكا كما خمر ليا البطبوط خمر ليا حتى الخبز. صافي هنايا غادي نمشي بنفس الطريقه حتى نكمل البطبوط ديالي. هنا راه جا البطبوط كبارين. انا راه واخا تشوفوهم هنا بحال غلاضين ومرة ماشي غلاض، باش تقطعوهم تيجيو رقاق وديك الحشوه تيجيو الصراحه واعرين. هنا من بعد ما طيبت الخبز طيبت البطبوط صافي هنا بقى ليا غير نعمر هكا اتاي صافي. وها الفطور ديالي واجد. انا ما تركتش في الفطور، تندير واحد الحاجه كل نهار تندير حاجه صافي. صافي هنا غادي نقطعو لكم وتشوفوا كيفاش تيجي من الداخل واعر الصراحه، وتيجي رطيب طب وعامر حشوه. صافي هنا راه تنقطعو لكم باش تشوفوه مزيان. هنا قربت لكم شوفوا كي تيجي واعر وعامر بالحشوه. وتقدروا كما قلت لكم ديروه غير هكا غير بهذيك الخز محكوك، الكورجيت محكوكه، البصله والفلفله مع ديك الخضره تكون حلوه تيكونوا لذاذين غير هكاك. ولا تقدروا تضيفوا لهاديك الحشوه الطون ولا لدانت، المهم اللي عجبكم. المهم كان هذا هو فطوري وهذا هو فطوري. المهم حطيت داكشي اللي قسم الله. المهم هنايا التحليه ديالي من بعد ما بردات انا جات واعره الصراحه في المذاق، والبطبوط الحريره والعصير. وهنايا ضروري ما تحطوا التمر والشباكيه والبيض اتاي والقهوه. المهم كان هذا هو فطوري. نتمنى انه يعجبكم ونكون فدتكم ولو بشي حاجه اللي قليله. واخا تندخل اليوتيوب تلقى الطبالي كيف دايرين بالاشكال والانواع كل وحده وكيفاش حاطه طبلتها، وتنقول شكون اللي غادي يتفرج ليا في طبلتي. المهم شاركت معاكم داكشي اللي المهم فطوري على قد الحال. وداكشي وحطيت داكشي اللي قسم الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد.